لم تنتهي حكاية كهف شانادر حتى بدأت خلفها حكاية تخلد كردستان إلى ما قبل الأزمان. في طريقنا إلى مدينة تأسست حتى قبل تأسيس المدن والحضارات، تحكي قصة 1000 رجل عاش فيها و1000 موتة حلت بهم. صعدت إلى الجبل وأنا في انتظار الفريق، فبعد 1300 متر فوق مستوى سطح الأرض وصلنا إلى مقصدنا. بعد عناء ومشقة وصلنا إلى كهف هزار ميرد الذي يبدو أعلى من كهف شانادر بكثير، لكن عمقه إلى الداخل أقل. لندخل بعض الكهوف الخطرة والغريبة بعض الشيء. تابعوا معنا. بدأنا التحضيرات برفقة فريق المهمات الصعبة، أو هكذا أحب أن أسميه، كونه لا يهاب المخاطر. كهوف هزار ميرد أشبه بمدينة عاش فيها الإنسان القديم قبل إنشاء الحاضرات ب50,000 سنة. هي عبارة عن 7 كهوف بالإضافة إلى شقوق في جبل برانان الذي يبعد عن مركز محافظة السليمانية 13 كيلومتراً. وتعني كلمة هزار ميرد 1000 رجل أو 1000 موتى، نسبة لخصوبة هذا المكان ومن عاش فيه. بدأنا جولتنا حيث وصلنا كهف البقرة، أو هكذا يسمى. يقسم إلى كهفين ضيقي المدخل وشق. بدأنا في الكهف الأول. نستعد الآن للدخول إلى أحد أخطر كهوف هزار ميرد. يقال أن هذا الكهف الذي خلفي ليست له نهاية، واحد هنا آخر. ندخل ونرى. ترقبوا وشاهدوا معنا. قبل الدخول ينبغي أن نبدأ ببعض التحضيرات. أدوات علاجية وترياق ضد لدغات العقارب والأفاعي. هذا الكهف مردوم بالأحجار، نهايته ضيقة لا يتسع إلى حجم إنسان. كما تشاهدون الآن المكان ضيق مليء بالحشرات والذباب، أيضا فيه أنواع من الخفافيش في هذا المكان، شاهدتها قبل أن أدخل إلى هذا المكان. نعود.
أنا أتوجه للشق الذي يتوسط الكهفين، سمعت صوت طائر بالقرب مني. وجدت طائرا يعجز عن الطيران وكأنه مصاب. حاولت مساعدته لكنه لم يقوى على ذلك. هذا الطائر يشبه الغراب لكنه صغير، أو لربما طائر المواء الأسود. طيور كثيرة تعيش على صخور الكهوف، تشبه الغربان لكنها أصغر بقليل. كذلك شاهدنا الصقور. دخلت إلى الشق الذي في كهف البقرة، مليء بالحشرات والدخان المتحجر. في جبل هزار ميرد الكثير من الشقوق والكهوف. كيف نستدل على أن الإنسان القديم كان يعيش في هذا المكان؟ الدخان المتكلس دلالة على النار، دلالة على الحياة، دلالة على التدفئة وطهي الطعام. نستمر إلى الأمام. لم ألبث طويلا حتى توجهت للكهف الثالث ضمن ذات الكهف. دخلته بصعوبة بالغة لصغر مدخله. أرجع أدراجي، المكان ضيق لا يسمح بالاستدارة. المكان مليء بالحشرات، الأكسجين قليل. نهاية هذا الكهف نهاية تنحدر إلى الأسفل ومن ثم تضيق للنهاية. الدخول صعب جدا ولازم ينبغي أن تحبي بهذه الصورة. نكمل البقية. توجهنا إلى يسار كهف البقرة، طريق وعر وصعب.
وصلنا إلى كهف الخفاش. مدخله متسع، يبدو المدخل كرأس ذئب، أو أنه مشابه لرأس الخفاش. وما أخافنا كثيرا أننا وجدنا آثارا لأقدام تبدو أنها لذئاب، ولم نكن مستعدين لهكذا هجمات ومخاطر. تدوي أصوات النحل في هذا الكهف. ما أثار استغرابي أن هذا النحل يدخل إلى خليته التي هي أسفل الأرض بواسطة أنفاق صغيرة تبرز كنتوءات أسطوانية صغيرة فوق السطح. لو كنا نمتلك بعض المعدات لنقبنا أكثر خلف هذه الحشرات وشاهدناها كيف تعيش. حشرات تشبه النحل لكنها أقصر، لكن طنينها مثل النحل. بيوتها أسفل الأرض. قطرات المياه تتدلى من أعلى الكهف، تعمل على إنشاء حفر صغيرة على أرضيته، لكنه ليس رطبا للغاية لاتساع مدخله. في نهايته كوة تحتوي على نباتات تبدو كطحالب. حاولت حساب طول الكهف بصورة بدائية، اتضح أنه بطول 45 مترا تقريبا. توجهت مباشرة إلى يساره. الطريق أرهقني كثيرا لصعوبته ووعورته. تعرضت إلى إصابة شديدة أسفل الظهر. بشتغل كده باي. استراحة بشتغل. لو لم أمتلك المهدئات التي ترافقني في حلي وترحالي تحسبا لهكذا مواقف لم أستطع إكمال التوفيق. فبعد 3 ساعات استأنفنا التصوير، لكن هذه الإصابة أقعدتني في منزلي 5 أيام. توجهنا إلى كهف جولاكان، أي الحائكون أو صناع الفرش، وهو ما قبل الأخير من جهة اليسار، ويحتوي على كهف وشق. يحتوي أحدهما على ذات الدخان المتحجر. للوهلة الأولى تراه كمادة القار التي ما أن تلمسها
تلتصق بيدك، لكن عندما تلمسها فهي حجارة سوداء فقط، لا يصيبك منها أي شيء. هذا هو الكهف الأول من كهوف هيزارميرد. يحتوي على كهفين لكنها صغيرة، الأول من جهة اليسار، الثاني من جهة اليسار، ومن ثم إلى جهة اليمين حتى الأخير، لنستكشف هذا الكهف ونريكم ماذا يحتوي في داخله. لكن المكان ضيق، لننزع جنطة الحقيبة. داخل الكهف صخور منهارة، يبدو أنه قد تعرض لزلزال قديم أدى به إلى هذه الحالة. الكهف مليء بالحشرات. عدنا أدراجنا. أكلنا الذباب، آلاف الذباب في هذا المكان. نذهب إلى هذا الكهف الثاني. أبرز التنقيبات التي أجريت على مجموعة كهوف هيزارميرد انحصرت تقريبا في أواسط القرن الماضي. تلخصت الاكتشافات داخل الكهف بثلاث طبقات A B C. الأولى تعود إلى الحضارة الإسلامية والبيزنطية والساسانية، إذ عثروا على آثار دلت على ذلك. الثانية عثروا فيها على الصخور العضوية. أما الثالثة عثروا فيها على بعض عظام الحيوانات والإنسان القديم وبعض الأدوات الحجرية تعود للفترة المحصورة من 30,000 إلى 50,000 سنة. في متحف محافظة السليمانية وجدنا بقايا لرؤوس سكاكين ورماح كان يستخدمها الإنسان القديم في هيزارميرد. دلتنا عليها مديرة المتحف. وبالعودة إلى جولتنا، توجهنا إلى أقصى اليمين حيث الكهف الأول. قطعنا كل المسافة ونحن نترقب دخول الكهف المظلم، أكبر كهوف هيزارميرد. وصلنا إلى الكهف المظلم ونحن نحضر للدخول. بدأنا الدخول. كهف بشق طولي تكسو جدرانه ملايين الحشرات. ارتفاعه يصل إلى أكثر من 20 مترا تقريبا في بعض الأماكن. قطعنا مسافة تقدر ب60 مترا تقريبا لنصل إلى سلم طيني صنعته قطرات المياه وبعض المستكشفين.
المكان مظلم للغاية، الرطوبة خانقة فضلا عن قلة الأكسجين. كهف مظلم ومخيف، تحيطك ملايين الحشرات، ومن فوق رأسك تطير الخفافيش. لا أنصح بأي شخص يأتي إلى هذا المكان، بالتحديد من لديهم فوبيا من الأماكن المظلمة ومن الأماكن التي توجد فيها حشرات كثيرة بالملايين. أرض زلقة صعبة الصعود، وصلنا إلى نهاية السلم طيني. على يسار هذا الكهف كهف آخر، قطرات المياه تسمع في هذا المكان، وخرير هادئ للمياه. الحشرات أصبحت شيئا عاديا. قلت لكم من لديه فوبيا من هذه الحشرات ما عليه إلا أن يدخل هذا المكان، يصبح الأمر عادي. زور جوان أو إشكو جوان ترين إلى الآن داخل جوان ترين. نهاية الكهف تنقسم إلى جناحين صوب اليمين واليسار. لا أنصح مطلقا الدخول إلى هكذا مكان دون التحضيرات المسبقة. الجهة اليسرى زلقة إلى أبعد الحدود. لم نستطع الوصول إلى الجهة اليمنى، حاولنا بصعوبة بالغة للصعود إليها، وما ساعدنا الحفر الطينية التي شكلتها قطرات المياه. وصلنا إلى مدخل كهف ثانوي كان بمثابة مكان للتنقيبات، لكن المكان خطر. يقال أن ليست له نهاية. أصابنا الذعر والاختناق. يبقى سر هزارميرد لم يكتشف إلى الآن. كثيرة هي الكهوف في هذا الجبل، اسم منها مستكشف، وأغلبها لم يستكشف إلى هذه اللحظة، على أمل أن تنظر البشرية بعين العصر الحجري وتستكشف من سكن هذه الجبال، وكيف عاشوا، وكيف قضوا حياتهم. 1000 رجل وال1000 موتى. وخوفنا من أن نتعرض لحادث عدنا أدراجنا. وأنا أفكر كيف كان الإنسان القديم بارعا في التخفي والحفاظ على نفسه، حتى سكن مغارات متناهية العمق دون الحاجة لأدوات حديثة تبقيه على قيد الحياة. نظرا لما شاهدته، كان هذا الإنسان أكثر صمودا وقوة من نسلنا الذي يملأ أرجاء المعمورة.